ايوه يا ماما. ازيك؟ عامله ايه؟ وبابا عامل ايه؟ كويسين دايما يا رب. انا الحمد لله والله يا ماما كويس. كنت بعمل ايه؟ والله يا ماما خلصت شغل البيت وبشوف هعمل اكل ايه. والله يا ماما بصراحه هو البيت ما فيهوش غير حبايتين بطاطس. البيت فاضي ما فيهوش حاجه. ده انا حتى هطلع لجارتنا هاخد منها كوبايه زيت عشان اجلي البطاطس. البيت والله يا ماما ما فيهوش حاجه، لا زيت ولا سمنه ولا مكرونه ولا اي حاجه والله يا ماما. اقول له ايه يا ماما؟ ما ينفعش، انا شايفاه هو تعبان هشيله الهم على همه يعني. ده حتى والله هم العيال لسه ما دفعوش فلوس الدرس وعايزين نجيب لهم كسوة شتوي، مش عارفة اعمل ايه. اهي بتمشي يا ماما الحمد لله. وجوده في وسطنا بالدنيا كلها. طب بصي يا ماما انا هقفل معاك عشان شكل كمال جه من الشغل. ماشي؟ مع السلامة. الحمد لله على سلام. السلامة. الله يسلمك يا بابا. ايه ده كمان؟ تعالي ده انا هبهرك. ايه رايك في دوت؟ حلو. طب ودوت؟ حلو. منين دول؟ من المحل. ماشي، منين فلوسهم؟ احنا معناش فلوس، جبت فلوس ما منين؟ انا كنت مسلف واحد صاحبي كده من فتره 3000 جنيه وجاوب النهارده وانا في الشغل، وانا معدي جبتهم، حتى فضل معايا مبلغ صغير دخلت اتغديت بيه في مطعم، فمش تعملي حساب النهارده في الغدا. بالهنا والشفا وتعيش والدواء يا كمال. ايه دي يا مالها دي؟ ايه يا بنتي؟ ايه يا سهام؟ فيها سهام بوريك الحاجه بالسمين وتمشي؟ ايه اللي حصل يا سهام؟ في ايه؟ في انت يا كمال؟ يعني البيت ما فيهوش اي حاجه، وانا مش عايزه اقول لك ولا عايزه اشيلك الهم. ده البيت ما فيهوش زيت ولا بطاطس ولا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه. ده ما فيش في البيت غير حبايتين بطاطس. ده انا يا شيخ كنت اروح استلف من جارتنا زيت عشان اجلي البطاطس، وانت راجل يديك 3000 جنيه تفرتكم في يوم يا كمال؟ حرام ولا حلال ده؟ يعني بلاش البس يعني يا سهام وامشي وسط الناس؟ وانا بقول لك ما تلبسش يا كمال، بس كل حاجه بالمعقول. انت دولابك مليان هدوم وانت كل شويه بتجيب لنفسك. هتفكر فينا امتى يا شيخ؟ ده من الصبح انا ما كناش نوعي عيالك لقمه، وفلوس الدروس اللي عيالك مش دفعوها، والكسوه الشتوي اللي عيالك عايزينها. انت هتفكر فينا امتى يا يا كمال؟ لهوي على كلامك ده، سممت بدني بقى. انا كرهتك اقسم بالله. ام الاسطوانه دي اعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي البس اللي على مزاجي واجيب اللي على مزاجي، وانا اللي بشتغل وانا اللي بجيب. خنقتيني يا شيخ. لا اله الا الله. ام العيشه ام الكلام. امال لو مش كنت انا البس مين يلبس يعني؟ ده انا ابو الجنتله كلها. قال ايه؟ عايزين نلبس متقطع عشان خاطر العيال يلبسوا. ان شاء الله عنهم ما لبسوا ولا يوعوا يلبسوا ولا يوعوا يتربوا اصلا. شوفي مين على الباب. مين؟ السلام عليكم. وعليكم ازيك يا السلام. سام؟ تعالى يا كمال حماد. ابن عم هنا؟ جوه ادخل. ماشي يابا. ايه ولا في ايه؟ مالكم؟ ايه يابا مالك في ايه؟ تعالى يا حماد. ايه يا معلم؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا كيمو؟ الحمد لله. انت مالك يا ابن عم قاعد كئيب ومراتك فتحت لي الباب وجريت؟ مالكوا في ايه؟ هو جيت والله فوقت غلط ولا انتوا شادين ولا زعلانين ولا ايه؟ والله يا حماده بقت عيشه بص تجرف وتخنق الواحد. بص جاب اخره. معلش يا ابن عم الحياه كلها مشاكل. امال معلش. انت كنت فين كده؟ والله بيني وبينك يا صاحبي التليفون فاصل، سبته على الشاحن وكنت جاي قلت اصلح ايه الجزمه عند الراجل اللي عندك تحت دوت، ولقيته قافل. قلت هشوف ابن عمي لو كده هشرب معاه الشاي عقبال المحل ما يفتح. صلح الجزمه ليه؟ مالها الجزمه؟ ايه اللي في ما الجزمه؟ فيش يا ابو والله حاجه بسيطه، هي مش كانت مستاهله تصليح، بس قلت عادي بقى هعملها وخلاص. هي اتفتحت كده هيظبطها اوصل لي كده. هيحط لي غيرها ولا يعمل لي فيها اي حاجه. ايه ده يا حماد؟ ايه يا عم في ايه مال؟ انت مش مكسوف تقول للراجل اعمل الزج اللزق جزمه؟ مكسوف واتكسف ليه يا عم؟ انا رايح اشحت منه جزمه يا عم عايزه تتصلح. ايوه يا عم المشكلة رايح يعني. تشحت يا حماد. انت عايز تقنعني يا حماد اللي انت رايح مش معاك؟ أشحت؟ رايح تشحت. انت عايز تقنعني ان حماده ابن عمي مش معاه فلوس يجيب جزمه؟ لا يابا الحمد لله. بقول لك ايه، مسطوره معايا اجيب جزمه بس ابن اولى، معايا اجيب جزمتين بس بنت اولى، طالما تسلك وتمشيني. ولا انت شايف ايه يا عم كمال؟ انا هقول لك حاجه، الرجوله مش باللبس، مش بالجزمه ولا بالطقم ولا بالشياكه ولا بالحلقه ولا بالجصه ولا بالكلام ده كله. لا، راجل يعني بيتك مستور. ما امشيش يا عم كمال بكوتشي لا مؤاخذه اخر موديل ولا ماركه وعندي الخزنه بتاعت المطبخ ما فيهاش جزازه زيت. ما امشيش يا عم اتجمع في وسط الناس واعمل نفسي خليجي وانا قسما بالله خزنه مطبخنا ما في كيس مكرونه. هي دي الرجوله في نظرك؟ ما انت شحات ليه يا عم؟ شحات ليه؟ شحات ليه؟ بقول لحد اديني باجي على نفسي عشان خاطر عيالي، مش هي دي المسؤوليه؟ وبعدين يا عم هقول لك على حاجه، هو احنا اهالينا مش عملوا معانا كده؟ احنا اهالينا مش كانوا بيحرموا نفسهم عشان خاطر يربونا يطلعونا رجاله؟ طب ما نرد الجميل، نرد الواجب في ولادنا. زي ما احنا اهالينا كانوا واقفين جنبينا يا اسطى سندنا ربونا، المفروض نعمل كده مع عيالنا. ايه رايك؟ المفروض معايا فلوس اجيب جزمه، اصرف اللي معايا في طقم امشي اتعايق بيه قدام الناس وانا عيالي في البيت جعانين،
من ساعة ما اتجوزت وقلت يا مسؤولية شوف نفسك بس في المعجون. ما يبقاش معاك 2000 3000 جنيه فتفتكر نفسك وتنسى بيتك. مش دي الرجولة. افتكر معايا احنا اهالينا ربنا ازاي. فاكر ابوك وابوك اللي يشوف نفسه عن اهل بيته مش جدع. يا ابن الناس كفي بيتك واللي يفيض اعمل بيه اللي انت عايزه. ما تمشيش في البلد تقول انا ابن باشا وانت في البيت جربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.